الأهلي والزمالك. مباراة القمة ما بين الأهلي والزمالك، مباراة ليها إحصائياتها وليها كلام تاني غير أي ماتش تاني. عشان كده أفضل تشكيلة للنادي الأهلي وأفضل تشكيلة لنادي الزمالك. ما تنساش الفولو، تصلي على النبي، ويلا بينا. تشكيلة النادي الأهلي بتضم في حراسة المرمى محمد الشناوي أكيد، في الجنب اليمين هاني، في الجنب الشمال معلول، الاتنين سنتر باك رامي ربيعة، وفي اختلاف ما بين عبد المنعم أو أيمن أشرف، الأجهز فيهم هيلعب، أو أعتقد ممكن يلعب بهاني سنتر باك ويلعب بخالد فتح الله باك يمين، اللاعب الوافد الجديد. وسط الملعب المعتاد سولية ديانج قفشة في ظل غياب حمدي فتحي. ثلاثي الهجومي حسين الشحات عبد القادر ورأس الحرب كهربا، بسبب الأداء الكويس جدا اللي لعبوه في ماتش سموحة. أما نادي الزمالك هيبدأ في حراسة المرمى محمد عواد، اتنين قلوب دفاع عبد الغني وحسام عبد المجيد، واتنين باكات، الباك اليمين عمر جابر والباك الشمال حمزة المسلوسي. وطبعا وسط الملعب المعتاد دونجا عمرو السيسي وإمام عاشور. والهجوم المعتاد زيزو ومصطفى شلبي وسيف الدين الجزيري، واعتقد هيبدأ بمصطفى شلبي المرة دي، أول مرة يبدأ بيه. ما اعتقدش بصراحة ان الماتش هيكون مثير او ماتش حماسي. واعتقادي بصراحة ان الزمالك هتلعب بطريقة دفاعية بحتة، ويلعب على الهجمات المرتدة او الضربات الثابتة، علشان المدافع بتاعهم حسام عبد المجيد اللي بيجيد الضربات بالرأسية. اما النادي الاهلي فمش عارف هيلعب ازاي بصراحة. ممكن يبدأ الماتش بالضغط المتواصل كالعادة، او مع الزمالك ما بيضغطش الضغط ده بسبب ذكاء فيريرا واستخلاصه للهجمات المرتدة بشكل صحيح. ما تنساش الفولو، تصلي على النبي، وتكتب توقعك للماتش في الكومنتات، وتشترك على قناتي على اليوتيوب.